3 لعيبه ممكن يعوضوا فشل صفقه نيكو ويليامز لبرشلونه، ورقم 3 هو اقرب واحد. طبعا انت اكيد عرفت ان ويليامز جدد ل 2035. عامه ما تزعلش، احنا فضلنا نيجي ورا مبابي سنين، يعني 2035 مش بعيده. ديكو بقى زي اي مدير رياضي محترم قال لك خيره في غيره، نشوف البودله بقى. البدايه كانت عند لويس دياز، وظهرت اخبار كتيره جدا ان هو رايح برشلونه. لويس دياز يفك الشفره، ولكن وفاه جوتا عطل الصفقه شويه، لانه كان بيقدر الروتيشن مع لويس دياز سواء في المهاجم او الليفت وينج. حتى الان الاهتمام لسه موجود، ولكن اللاعب ده مشاكله كترت، خصوصا ان بايرن هو كمان دخل في الصفقه. اللاعب الثاني بقى هو جرناتشو، وانا عندي معاه كذا مشكله. تخيل معايا كده ان احنا قاعدين بنشجع برشلونه، وقام جرناتشو ده سجل جول واحتفل بسي في الملعب، يعني رد فعل انا وانت هيبقى عامل ايه؟ زائد بقى ان تين هاج كان شايفه شاذ، ولابورتا مهتم بيه، فانا عن نفسي شاكك في الاثنين بصراحه. اللاعب الثالث بقى وده الاقرب فعلا ان هو يجي، وهو ماركوس راشفورد. هو كان معار لاستون فيلا وثمنه 40 مليون بس، وبيلعب مهاجم وليفت وينج، فانا اتزنقت في جناح شمال، اتزنقت في مهاجم. انا عندي بس مشكله واحده معاه، ان هو نوعا ما مزاجي، ولكن بيئه اليونايتد كانت مؤثره عليه. فلما يروح برشلونه مع فليك هل هيتغير؟ اكتب لي انت بقى في الكومنتات نفسك برشلونه يتعاقد مع مين فيهم، لو في لاعب رابع ابقى قوله لنا.